حيوان لا يأكل أخوه ولا يقتل أخوه. لذلك إحنا بتوجب علينا فكر نير من أهل الصحراء الغربية، وفي كثير ناس في الدول العربية على فكرة واقفة معكم، وبدها خطوة منكم على طول تضلكم للأمام ويقفوا معكم، لأنه المصيبة واحدة. والإسقاط اللي أسقط على فلسطين أسقط من المغرب، اسقط من الدولة الخفية، اسقط من اليهود اللي موجودين في المغرب. انا بعت لدكتور حسان فيديو غريب جدا، يمكن احنا بلانا حتى لحقوا حطوا علينا قادة سياسيين اصلهم مغاربة، اصلهم يهود مغاربة، وقعدنا نسحج او نرقص زي المصريين سنين لهذول القادة، ونصنا يعلم انهم يهود ونصنا الثاني خايف يحكي لانه يقتل. فاحنا يجب نشر الفكر ونشر الصحافه، والند بالند والايد بالايد، حتى نوصل الناس هذول لقناعه انه لابد انه المغرب تسحب من الصحراء الغربيه وتعطيها استقلالها وتعطيها كيانها، لانه ما عادت الحرب تنفع. لو بدكم تحاربوا مع احترامي لكم تحاربوا حرب استنزاف، لانه عندهم طيارات بدون طيار، عندهم قوه عاتيه من اسرائيل، وعندهم خبراء، بل عندهم مستشارين في الدوله نفسها. فاحنا بلاش نغمي علينا ونعمل زي النعامه، يجب ان نكون مثقفين في رد الضربه، او في رد بالاسلوب. انما انه انا اجي اكلمه بشقه وهو يجي يصور كل الاشياء اللي انا بعملها ويعملها اجرام وارهاب، وهو نفسه هو الارهاب نفسه. يجب تعريف الارهاب بين الصحراء الغربيه والمغرب. وشكرا، انا اطلت عليكم. شكرا جزيلا لك أستاذ أبو أحمد، وشكرا جزيلا لك على الفيديو الذي أرسلت لي. أنا يعني شفته وأعتقد يعني أن فيه أشياء، حتى قبل الفيديو أريد أن أضيف لك أشياء. رأيت يعني حين تجتمع المصائب، حينما يكون الحسن الثاني هو من يدعم الكيان الصهيوني، والموساد هي من يعني تؤمن عرش الحسن الثاني، ويكون في نفس الوقت المؤتمر الإسلامي يعطي الحسن الثاني رئيس لجنة القدس. رأيت هذه الغرابة. في نفس الوقت أن يكون يعني الناس ينتظرون من المغرب أن يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ويكون الجنرال عبد الفتاح الوراق يعني ينشط هو وفيلق من الجيش المغربي إلى جانب الصهاينة. أساس المشكلة، وأنت يعني خبير وتعرف في هذه الأشياء كثيرا، يعني أن حتى أيجوز، حتى عملية بيع المستوطنين للكيان الصهيوني كانت يعني قدمت من المروك. الآن على هذا الجيل الذي نعيشه نحن هذا الجيل الذي نعيشه نحن، ليس علينا فقط أن نواجه مشاكلنا اليومية، مشاكلنا التي تقع سياسيا في نشاطنا اليومي الراهن، ولكن علينا أن نصحح تلك الأخطاء التي وقعت في جيل سابق. لأن يعني حتى منظمة ما يسمى بالجامعة العربية والمنظمات التي كانت متحالفة ضد الكيان الصهيوني لم تستطع يعني تجميد عضوية الخونة المتحالفين والمتكاملين أمنيا مع الكيان الصهيوني. هذه بل كانوا رؤساء يا حسان، بل كانوا رؤساء. طبعا نفهم هذا الموضوع، أنا أفهم هذا الموضوع بشكل جيد، وأعرف أنك تفهمه بشكل جيد. لهذا يعني فقط أسردت لك أمثلة على هذا. ولكن اليوم علينا يعني أن نبدأ تقريبا من الصفر، أن نبدأ في إنشاء وعي علمي حقيقي يعني يصل إلى كل الناس بأن هذا كله يعني يجب استبداله بأشياء، بموارد شعبية حقيقية يمكنها أن تنهي مأساة هذه الشعوب، وليس الاعتماد على هذه الأوليغارشيات التي اعتمدنا عليها لمدة 80 سنة. يقولون بأن القضية الفلسطينية مثلا قضية وطنية، ولكن في الحقيقة نحن منذ ثمانينات القرن الماضي نقول بأنهم ينظرون إلى القضية الفلسطينية، إلى الثورة الفلسطينية كخطر على عروشهم، لأنها في الحقيقة ينظرون إليها كجزء من الثورة العربية الشاملة، وهم وظيفيين جاءوا فقط لإجهاض هذه الثورة من طرف عدو إمبريالي خارجي. تحياتي لك، شكرا جزيلا. تفضل أبا محمد، اسمح لي. عن التعتيم الإعلامي الجزء الثاني محصين للحلول، كيف نواجه هذا التعتيم ونكسره. مفهوم التعتيم كيف قدمنا من البداية هو مفهوم شامل وواسع ما يتعلق بالجانب الإعلامي، ولكن